اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بزاف بالناس اللي انضموا معايا للقناه، كنشكركم وكنرحب بكم. وبالنسبه للمتتبعات الوفيات، نتوما راكم ماشي ضياف، حيت ديما كنلقاكم معايا في اي فيديو حطيت. كي كنحطو كتشجعوني باللايكات والتعليقات الزوينين ديالكم، شكرا لكم بزاف. نبداو الفيديو ديالنا بالصلاه على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوعنا اليوم هو على تحدي حصالة الذهب للمبتدئات. كيفاش تشري سنسلة اللي يساوي 1500 درهم؟ انا غتبالك شي حاجه اللي بسيطه، يعني 1500 درهم غتزعمي عليها، ماشي بحال قلت لك غادي ديري واحد التحدي ديال واحد الراتكو مثلا اللي فيها 12 غرام او 13 غرام، فتخصك عليها على الاقل واحد فايته مليون ونص. يعني في هذه الحاله يا اما خاص تكون عندك دايره واحد القرعه اللي بفلوسها غادي تاخديها، يا اما غتكون يعني كتجمعي من قبل دايره بحساب واحد الحصاله ديال واحد العام او لا عام ونص، على حسب كل وحده. كاينه اللي غتكون موظفه ممكن في 6 شهور جمعه، وكاينه اللي لا. المهم انا في هذا الفيديو دايره على قبل المبتدئات، يعني اللي اي وحده يلاه باديه ما عمرها خدات حتى شي ارتيكل نتاع الذهب، او لا ديجا كان عندها وصافي باعته ويأسات من انها باقي تعاود ديرو لانه الذهب غلا، هي اللي بغيتها تشوف هذا الفيديو ودير هذا التحدي اللي غادي نقول لها. هذا التحدي بسيط، يعني اي وحده تقدر عليه. ما يمكنش هذوك المبالغ اللي فيه ما يمكنش ما يكونوش عندك، لانه بادي بدرهم من درهم وانت غاديه درهم 2 دراهم 3 دراهم 4 دراهم وانت غاديه هكا حتى ل 55 درهم. يعني 55 درهم هي اعلى مبلغ ممكن تحطيه. فهاد التحدي هذا اشنو غادي ديري؟ غتشدي واحد الحصاله كيف العاده، غتخصي على التحدي، غتشدي هاد الجدول هذا اللي كتشوفيه قدامك، كتبيه اولا صوريه وعلقيه في هذيك الحصاله، حطيه في البلاصه اللي قريبه لك، اللي انت كتكوني فيها بزاف، وهي الاغلبيه اللي عندنا حنايا هي الكوزينه. حطيه في الكوزينه، كنتي ما كايناش بوحدك حطيه في بيتك، المهم انت غتعرفي فين غتحطيه. انا اللي بغيت نقول لك هو انه يكون قدامك، يعني تكوني ديما كتشوفي فيه، ماشي كتحطيه واحد الحصاله وتغبريها في شي بلاصه حتى كتولي صافي مره تلوحي فيها مره تنسايها، فهمتيني؟ ماشي بحال كانت قدامك كتولي كتشجعي على انك في وقت ما كانت عندك شي حاجه تلوحيها فيها. من بعد هذه الخطوه ديال الحصاله غتجي الخطوه الثانيه اللي هي الفلوس. منين غتجيبي هذوك الفلوس؟ اسهل طريقه بعدا باش يتجمعوا لك الفلوس هي تجمعي يديك. تجمعي يديك من انك تبقاي تصرفيهم، يعني تعرفي فين بغيتي ديرهم. عندك المصروف ديال الاكل، الا كنتي مكلفه به ضروري غادي تكوني في وقت ما بغيتي تقداي شي حاجه غيشيط لك شي صريف، ولو يكون هي درهم 2 دراهم 3 دراهم اللي كانت، ما تحقري حتى شي حاجه اللي شاط لك جي حطيها. مشيتي لهري شاط لك شي حاجه جي حطيها، مشيتي للسوق كذلك، مشيتي لعند لك الزاري، يعني في اي بلاصه خرجتي ليها ضروري تكوني مشيطه معك شي حاجه ترجعي بها. وكيفاش حتى غتشط لك هاد الحاجه؟ بطبيعه الحال ماشي الا خرجتي تقداي اي واحد وقفتي عنده سولتي على الخضره بشحال في البلاصه كتقداي من عنده، يعني هنا ما درتي ما شفتي ما عرفتي اثمنه مزيان ما حتى شي حاجه، كي قال لك كتقديتي كرجعتي فحالك. هنا ممكن يشيط لك ممكن ما يشيطش لك. امتى كيشيط؟ ملي كتقولي مثلا لواحد الخضار بشحال هذيك بطاطا كيقول لك هو 160 ريال، كتفوتيه كتمشي لعند واحد اخر كتسوليه كيقول لك 140 ريال، ياك؟ كتمشي عاوتاني ممكن تلقاي واحد اخر كيبيعها ب 6 دراهم، ما لقيتيش كاع انت هذاك كيبيعها ب 6 دراهم، لقيتي غير فرق نتاع درهم ما بين واحد كيبيعها ب 8 دراهم وما بين واحد كيبيعها ب 7 دراهم، انت غتاخدي 4 كيلو مثلا، غتاخدي 4 كيلو، يعني هنا شاط لك 4 ديال الدراهم. ديري راسك انت بحال شريتيها ب 8 دراهم ماشي ب 7 دراهم، يعني هذيك 4 دراهم بحال ما كانش غتكون في يديك، غتمشي تحطيها الحصاله. كنتي تاني بغيتي تقداي الدجاج كذلك، غتمشي لبلاصه فين كاينين الحوانت نتاع مالين الدجاج، غتسولي واحد غتلقاه داير ليه مثلا 17 درهم اولا 18 درهم. هاد الاثمنه راه كنعطيكم انايا امثله. مشيتي لقيتي واحد داير ليه 18 درهم وواحد اخر داير ليه 19 درهم الكيلو، غتقداي انت من عند داك اللي ب 18 درهم صافي. خديتي واحد مثلا 3 تاع الفراش كل واحد فيه 2 كيلو في 2 كيلو في 2 كيلو، يعني هنا راه شاط لك الى هيك الفرق ديال درهم راه شاط لك 6 دراهم. غتجي كذلك تحطيها في الحصاله، يعني هادو بحال فلوس ما كانوش غيكونوا عندك كاع،
واش فهمتي؟ يعني ماشي انت حيدتيهم من راسك ولا شي حاجه، لا، يعني انت زدتي واحد شويه ديال لا مارش على رجليك ولقيتيها في بلاصه اخرى اللي بثمن مناسب ليك نتيا، يعني ناقص على داك الاخر، وراه كيكونوا كاملين في نفس البلايص. يعني مشيتي للسوق راه غتلقاي ستيفه نتاع المحلات نتاع المالين الدجاج، ولكن راه كل واحد كيبيع بثمن. واش فهمتي؟ الخضاره كذلك راه كلهم قرابين لبعضياتهم. يعني الا خدمتي هي الذكاء صافي، عوض انا من دوك الفلوس يكونوا زايدين عند هذاك الانسان اللي انا بغيت نتقدم عنده كيوليو زايدين عندي انايا، حيت هنا نتيا ماشي شي وحده اللي خدامه ولا اللي عندها الفلوس موجودين. يعني حتى الا عاونت هذاك الانسان ما عندهاش المشكل، هنا انت راه كتكوني انت محتاجه اكثر منه. يعني هو راه كيكون خدام وحرفتو عاديك، وممكن يكون تصور واحد 300 درهم او 200 درهم في النهار. يعني واش فهمتي؟ حيت كاينه اللي غتقول لك ايوا اشنو فيها الا زعما تزاد عنده هو، ولكن لا، راه حنا هنا كنهضروا على واحد الانسانه اللي ما خداماش، واحد الانسانه اللي كتقاتل باش يلاه تجمع واحد شويه ديال الفلوس. لقيتي شي صرف بغيتي تصبني شي حوايج لقيتيهم في ديهم تا هما لهاديك الحصاله، يعني راه هذاك الصرف كتغتصبطوا على الماكينه، اللهم صرتي انت فهمتي. يعني بحال هادو راه كيبانوا لك شي حاجه، يعني شي صريفات اللي صغيورين، ولكن راه ملي كتبقاي كتحطي شي على شي حتى كدوز واحد المده وكتحلي هذيك الحصاله، يعني دوك الدريهمات فاش كتكوني كتحسبيهم دغيا كتجمعي واحد 5 كتلقاها هي 5 دراهم، 5 اخرى هي 5 دراهم، كتولي عاد كتحسبي بخمسه خمسه خمسه، عاد وليتي في 50 درهم، ها انت وليتي في 100 درهم، انت وليتي في 150 وراكي غاده. واش فهمتي؟ يعني راه بداك الصريف باش كيتجمعوا الفلوس. عاوتاني مشيتي بغيتي تقداي انت شي حاجه لراسك، شي بيجامه، شي شال، شي حاجه، مثلا شي بيجامه دايره واحد 200 درهم اولا 180 درهم، هذيك اللي تقديتي من عندها خلاتها لك مثلا ب 160 درهم اولا 170 درهم، نقصات لك واحد 10 درهم ولا 20 درهم كاع الماكسيموم. هذيك 20 درهم غتجي حتى تحطيها، ديري بحال الا خديتيها انت ب 180 درهم. وعندك شي ضياف خصك ديري لهم الكوتي مثلا، عطاك راجلك واحد 100 درهم اولا 80 درهم باش انك تقادي داكشي اللي بغيتي تحطي، كرواسات بغرير، المهم راكم عارفين الطبله المغربيه شنو كنحطوا في الكاسكروطات. يعني انت عوض ما تمشي للمخبزه وتقداي داكشي كامل وتجيبيه بالفلوس، غتولي تنوضي لكوزينتك وتشوفي اشنو اللي عندك، ومن هذاك الشيء اللي عندك تقادي. ولا شريتي كاع تشري شي حاجه اللي قليله، مثلا نعطيك 100 درهم غتصرفي منها واحد 30 درهم، هذيك 70 درهم كلها غتجي تحطيها انت في حصالتك، وداك الشيء راه انت قديتيه بيديك. فهمتي؟ يعني هنا استعملتي المجهود نتاعك البدني، هنا جهدتي على راسك واحد شويه صايبتي، وفي نفس الوقت راه تكون فيه البركه على الا خديتي شي حاجه من المخبزه. يعني داكشي تاع المخبزه دغيا يسالي، شي بحال ملي كتصايبي في الدار كتكون فيه البركه، حيت كي الا خديتيها من المخبزه ماشي هي اللي صايبتيها في الدار، كطيح عليك اقتصاديه وكتكون مشبعه في نفس الوقت. يعني عطا الله منين انك تشيطي شي حاجه ديال الفلوس، هي ما تقوليش انه راه ما يمكنش هذا الشيء انا كنهضر على وحده اللي ما خداماش، اللي ربات بيت. والخطوه الثالثه منين كتجمعي هذيك البركه، يعني ملي كتسالي هذا الجدول هذا كتلقاي انك وصلتي فيه ل 1500 وشي 50 درهم ولا 40 درهم، يعني كدا 30000 ريال. غتاخدي هذيك 1500 درهم غتمشي لشي قصريه حداك، غتختاري شي سنيسله تكون رقيقه هي ديال النيلو، خديها. بغيتي انك تاخدي هي ديال الكورميطه اللي رقيقه بلا بوندونتيف نتاعها، خديها. المهم هو انك ضروري غتلقاي شي حاجه اللي ساويه بهذاك الثمن، حيت راه كاين دوك اللي عرفتهم دوك تاع الخريشات اللي كيكونوا رقيقين، راه كاينه اللي دابا حاليا دايره شي 1100 درهم، كاينه اللي 1200 درهم، يعني ما واصلش كاع حتى ل 1500. ولكن المهم في هذا الشيء كامل هو انك تاخدي واحد السنيسله اللي ديرها في عنقك. واكيد الذهب راه كيعطي واحد الجماليه لهذاك الشيء اللي انت لابساه، يعني كتبان هكا زوينه وكتبري وفيها واحد اللمعان، راه باينه انها ذهب. وهانتي حتى انت عندك حقك من الذهب ولو تكون حاجه بسيطه، حيت هذه كتكون هي الخطوه الاولى. ملي كتاخديها وكتشديها وتشريها وتلبسيها صافي كتولي عندك انه بغيتي تعاوتاني تزيدي واحد الطوينكات. بعد ثاني كيبان لك البلان انك تاخدي واحد الخاتم ولو يكون رقيق، المهم هكا غاديه بهاكا باش كتبداي. صافي كيدخل لك هذاك الفيس نتاع انه تبداي تاخدي الذهب وما تبقايش تحطي فلوسك في شي حاجه اللي دغيا تخسر لك. صافي كتولي بشوي بشوي، مره ديري قرعه بواحد المبلغ اللي كبير كتولي تاخدي حاجه اللي زايده في الغرامات، مره كتكون عندك شي فلوس الا جاتك شي فلوس هكا اللي كثيره كتولي عارفه بقيمتها وكتولي كتحطيها في البلاصه اللي صح. يعني فهمتي كتولي عندك واحد النظره اخرى لهذاك الشيء ديالك نتيا كشخص. واش فهمتيني؟
نتمنى الموضوع ديال اليوم يكون عجبكم، وكيف العاده الا عجبكم ما تنساوش تشتركوا في القناه، وما تنساوش ديروا اعجاب باش هكا كتشجعوا انه هذا المحتوى هذا يبان للناس اخرين. شكرا لكم بزاف.